زي ما وعدتكم اننا هنحاول ننزل كل حلقات السيرك الرقمي لحد الحلقة 7 قبل نزول الحلقة 8. فالنهاردة هيبقى شرح وتحليل الحلقة الثالثة من السيرك الرقمي. الحلقة بتبتدي في السيرك مع ابطالنا وهما بيعملوا فعاليات مع بومني، ويبان انها بقت اقرب ومتعايشة مع الحقيقة. والفعالية هي عبارة عن بومني تحبس نفسها عشان تشوف ايه اللي هيحصل لها. وزي ما احنا عارفين ان في السيرك مش بتحس بالجوع والعطش والألم غير من خلال خلل في الاكواد البرمجيه بتاعتها. وبما انها في السيرك يبقى برضه لما تحبس نفسها مش هيحصل لها حاجه، لكن عقلها البشري مش قادر يصدق الفكره دي، فبتواجه صعوبه في كتم نفسها لكن بتنجح. وبدا يتغير لونها من ازرق لبنفسجي لاحمر لبرتقاني لاصفر لاخضر. وبعدين بومني تسالهم هو ليه هي بس اللي بتعمل كده. ففي الحقيقة طالعة ان الشخصيات لما تحبس نفسها بيحصل لها حاجة مختلفة عن كل واحد. مثلا كينجر بيبدأ ينور ورجسها شعرها بيقف لفوق، وجانجل قناعها بيفضل يلف، لكن جاكس يرفض يقول ايه اللي بيحصل له ويفضل يسيبه سر، لكن بيطلب من المشاهدين من خلال كسر الجدار الرابع انهم يخمنوا بيحصل له ايه. ودي مش اول مرة، حصلت في كذا مرة في الحلقات اللي فاتت، لكن المرة دي كانت مباشرة جدا لدرجة ان بقية ابطالنا لاحظوها، وزوبل تقول له بطل تعمل كده. يعني فعلا هو عمل كده قدام ابطالنا اكتر من مرة، ومفيش حد فيهم فاهم هو بيعمل ايه. هنا في 3 نظريات، واخر واحدة اكتر واحدة منطقية. اول واحدة ان جاكس عنده اضطراب او مرض نفسي، انه فاكر ان في مشاهدين لكن في الحقيقة ان مفيش حد، عشان هما في عالم حقيقي مش مجرد برنامج. وتاني نظرية ان ممكن تكون جليتش مجرد عايزة تعمل لقطة كوميدية بتحصل في معظم الكرتونات، كسر الجدار الرابع. وليه اختاروا جاكس؟ عشان جاكس اكتر شخصية متمردة وبتعمل حاجات غريبة. واخر نظرية ان جاكس هو فعلا عارف انه في برنامج تلفزيوني وفي مشاهدين بيتفرجوا عليه، وهنثبت نظريتي اكتر في الحلقات اللي جاية. وكمان ممكن يكون معمول السيرك ده كله عشان يبقى عبارة عن برنامج تلفزيوني للاطفال، عشان كده في اول حلقة كين قال ممنوع الشتم. لكن دي نظرية كبيرة وانا شخصيا مش متأكد منها، لكن مش هستبعدها. وعامة عشان ما نطولش في الجزء ده، على قناة وان اوف لاين كانوا منزلين فيديو عن جاكس وكسر الجدار الرابع، وفيه تفاصيل كتير جدا. هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن. نرجع للأحداث، ويظهر كين عشان يقول مغامرة اليوم، واللي هي لغز قصر ميلدن هول. وهو قصر مسكون مخيف مليان أشباح، ومهمة أبطالنا إن هم يمسكوا الأشباح ويحلوا لغز القصر المسكون ويهربوا منه. وقبل ما يكمل كلامه يلاحظ غياب زوبل، ويقول إن هو عمل المغامرة دي محمسة جدا وناضجة لمجرد عشان زوبل. وليه كين عامل المغامرة مجرد لزوبل؟ عشان لو لاحظنا إن زوبل ما شاركتش ولا في أول ولا تاني مغامرة، ولو قلت ان هي شاركت في اول مغامرة، في الحقيقة جلوينكس هم اللي سرقوا قطعها وهربوا واغصبوها انها تخش في المغامرة. يبدأ بابل من العدم يقول كلام غريب، لكن يظهر ان هو جملة مصفرة، ولو قلبت الكلام هيطلع لك انها بتقول مش قادرة تستنى عشان تشوف كل الأطفال يجي لهم كوابيس من الوحش. لكن أنهي وحش هنعرفه كمان شوية. ولو أخدتم بالكم إن بابل بتقول تشوف كل الأطفال من الجمهور، وهنا تاني مرة في الحلقة شخصية تكسر الجدار الرابع، وده يثبت أكتر إن ممكن يكون السيرك كله عبارة عن برنامج تلفزيوني. المهم تعالوا نرجع للأحداث. وبعدين بومني تسأل هل في المغامرة دي في أي شخصيات جانبية هيبقى عندها وعي ومشاعر، وده حقها إنها تسأل بعد اللي حصلها في المغامرات اللي فاتت. وزي المعتاد كين يحاول يغير الموضوع فيفتح بوابة ويروحوا المغامرة الجديدة. وأبطالنا يخشوا القصر ويبدأوا يسمعوا أصوات مخيفة، ويظهر لهم أول شبح مخيف، فتتفاجئ بومني وحرفيا يطلع عينيها من جسمها. ودي حاجة عادية بتحصل في الكرتونات، لكن الحاجة الغريبة إن عينيها تفضل بره وشها. ويظهر إن الشبح هو لطيف، وهو المرشد بتاعهم في المغامرة، هو اسمه جوستلي. ويقول لهم إن في بابين يختاروا ما بينهم، باب ملائم لكل الأعمار وكويس مفيهوش أي حاجة، وباب مخيف والزوبل الناضجة بس. وده يثبت إن كين حاول فعلا يرضي زوبل بإنه يعمل لها جزء كامل في المغامرة ناضج ومخيف عشانها. لكن قبل ما يكمل الشبح كلامه، جاكس بيسحب الشبح في مكنسة الأشباح، فتتضايق رجثة بإنه سحب المرشد بتاعهم، ويرد عليها بإن المغامرة دي أصلا هدفها إننا نمسك بكل الأشباح. وبعدها جاكس ياخد قناع جانجل ويرميه في الباب المخيف، ويظهر مكان الباب بق مخيف، وكينجر بيحاول يساعد جانجل ويخش الباب عشان يجيب القناع، لكن يكون لسه ماسك عين بومني، فيتسحبوا هما الاتنين في الباب ويتقفل قبل ما نعرف ايه اللي حصل لهم. ويتنقل المشهد لكين وهو بيدور على زوبل ويلاقيها ويسألها هي ليه مش عايزة تروح مغامرات كين الرائعة، فيقول لها انت كده بتأذي مشاعر بابل.
وتستغرب وده منطقي عشان المفروض بابل ما عندهاش مشاعر، لكن هرجع الموضوع ده بعدين. فيقول لها مش مهم مشاعر بابل، المهم مشاعرك انتي. فيبدأ يسألها انت ايه مشكلتك، فتقول له انا قلت لك قبل كده لكن انت نسيت او ما اهتمتش. لكن يقول كين ان عنده عقل مش بينسى اي حاجة. فيسألها هو المفروض يعمل ايه عشان يخلي المغامرات محمسة اكثر لزوبل، وبعدها ترد عليه بنبرة غضب وتقول له دي المشكلة، انت مش مهتم بمشاعري ومشاكلي، وكل المهتم بيه مغامراتك. ودي الحقيقة ان كين مش مهتم بأي حاجة غير انه يعمل مغامرات، وهو من الاساس بيتكلم مع زوبل عشان يعرف هي مش عاجبها ايه في مغامراته، مش ايه مشكلتها النفسية زي ما بيحاول يبين. نرجع المشهد لبومني وكينجر وهما في غرفة ضلمة ومحطوط على الجدران وشوش لأبطالنا كلهم، لكن بطريقة مخيفة، لكن في وش فيهم زيادة ما نعرفش وش مين. ويلاقي كينجر تسجيل فيدوس عليه عشان يسمع واحد بيقول اسمي ثيودور ميلدنهول، ونعرف من اسمه انه صاحب القصر، ويقول انه كانت هوايته انه يصطاد، ولكن تتحول هوايته لعدوه الاول، انه بقى عنده هوس في الاصطياد، وان في وحش هو بيحاول يمسكه بقاله سنين، والوحش ده هو مش انسان ولا حيوان، هو الشر شيطاني خالص. يطلع ان هو الراس اللي كانت محطوطة ومنعرفش راس مين، هي الوحش اللي كان بيدور عليه من سنين. ممكن تسأل مش كده ده يعتبر هو فعلا اصطاده؟ هنعرف قدام. وميلدن هول اخد وعد على نفسه انه طول ما هو عايش هيحمي اسرته من الوحش، وكان على امل انه اول ما يقتله يتخلص من الرعب اللي وراه في كل حتة، لكن الامل اتحول لكابوس. ويخلص التسجيل حرفيا الكلام اللي قاله يخلي جسمك يقشعر من الخوف وانت مش معاهم حتى. فتسأله بومني تعال ندور على طريقة نطلع بيها ونرجع لبقية أبطالنا، وكينجر يلاقي مصعد يطلعهم لفوق لكن الباب مقفول، ويبدأوا يدوروا على المفتاح، لكن نلاحظ شوية ورق عليه صور الوحش وصور لأشخاص مكتوب عليهم مفقودين، وباين الوحش اللي خاطفهم أو أكلهم. ويلاقي كينجر تسجيل تاني ويشغله، ويقول ميلدن هول إنه أطلق النار على الوحش في أماكن خطيرة، وقدر إنه يفصل راس الوحش عن جسمه، وراح يحط راس الوحش على الجدار زي ما شفنا. هنا ممكن تقول إنه كده قتله، لكن الحقيقة إن ميلدن هول أول ما يبص على جسم الوحش ما يلاقوش. الوحش ما ماتش، الرعب ما انتهاش، لكن لسه هيبدأ، عشان الوحش هيرجع ياخد اللي اتاخد منه. واخر كلمات ميلدن هول ينصح اللي بيسمعوا التسجيل اللي هما بومني وكينجر ان هما ما يبعدوش نظرهم عن راس الوحش. ويبان على كينجر القلق، لكن على الاقل خبر مفرح، بومني لقت المفتاح، لكن طبعا كل حاجة ضدهم، فالكهرباء تقطع، وكينجر يقترح ان هما يمشوا مع بعض لحد المصعد، ويبدأ يقول لها ما تعمليش صوت، ويبان عليه انه بدأ يفكر بتركيز ودقة اكتر، وده لحظته بومني. وبسبب ان هما في ضلمة، وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت ان هو اول ما يبقى في ضلمة بيرجع له تركيزه، وهنرجع للنقطة دي تاني قدام. ومن غير سابق انذار ومرة واحدة تظهر راس الوحش وراهم وتقرب لهم ببطء، وبومني بتحاول تفتح الباب المصعد، لكن كين واقف قدام الوحش لحد ما فتح بقه عشان ياكله حرفيا. لكن كينجر عمل حاجة غريبة جدا وغير متوقعة، انه بدأ يبص جوه بق الوحش بنظرة فيها كمية فرحة وامل، ويقول وحشتيني يا عزيزتي. وهنفهم ده قدام، ويحصل له زي حالة من الشلل انه مش مركز في اي حاجة غير المنظر اللي بص عليه، وتكون بومني فتحت الباب وتلحق كينجر قبل ما الوحش ياكله، وركبوا المصعد، لكن عشان حظهم الرائع المصعد يقع بدل ما يطلع فوق. لكن نوقف شوية من الحماس والرعب ده ونرجع لزوبل في السيرك مع كين، وهو بيقول لها ان هو مش بيعمل مغامراته عشان يعذب ابطالنا، ولو حصل اي نوع من التعذيب لاي شخصية بيكون عن طريق الخطأ. فهل كين فعلا مش بيلاحظ الاضرار النفسية اللي بتحصل لابطالنا؟ فترد عليه زوبل ان مش ده اصلا اللي كانوا بيتكلموا عنه، وزوبل اللي مضايقها مش مغامرات كين، لكن هي مش عاجبها جسمها الرقمي، فكين يجيب لها صندوق مليان قطع كتير ممكن تغير جسمها بيه على امل ان ده هيخليها ترجع للمغامرات. لكن زوبل يظهر عليها الاحباط وفقدان الامل من ان كين فعلا يساعدها، فتقول له ان مفيش حد مهتم بمغامراتك الغبيه، وتبدا تثبت له ان كل ابطالنا مش بيحبوا مغامراته. لكن راجسا طيبه جدا عنها تقول كده، وجاكس بيحب يستفز ويتلاعب بالناس التانية، وجانجل خجولة على انها تتكلم، وكينجر مجنون، وبومني بيجيلها صدمة كل ما ترجع من مغامرة، ويرد عليها كين بأهم الجمل. واخيرا هنعرف معلومات عن كين، ويقول لها ان صنع المغامرات دي الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها،
هو صنع عشان يعمل مغامرات، هو ده هدفه الوحيد في الحياة. وبكلام زوبل ده معناه ان هو سيء في الحاجة الوحيدة اللي هو كويس فيها. وبعدين كين يخش في مرحلة انهيار ضخمة لأول مرة نشوفها، ويكون السيرك كله بينهار معاه، لكن مرة واحدة زوبل تقطعه فيرجع زي ما كان. اللي حصل ده مهم جدا، عشان كده نتأكد ان كين اول ما حس ان هو ما بقاش ليه لازمة بدأ ينهار ويتجنن، وحس للحظة نفس الاحساس اللي حس بيه جاميجو في الحلقة اللي فاتت، انه حس بلا هدف، واللي بلا هدف بلا حياة، فعشان كده كان هينهار. في ناس ممكن تقول ان كل ده يثبت ان كين ذكاء اصطناعي، ولو كان كين انهار كان السيرك كله انهار، لكن انا عندي نظرية من ناحية ان كين ذكاء اصطناعي، لكن هقولها في فيديو تاني عشان اثبت بالدلائل. نرجع للاحداث الحلقة، ومن ناحية كينجر وبومني المصعد يقع بيهم في قبو مظلم ومخيف، وفي اخره جثة ماسكة بندقية وتسجيل قدامهم، فكينجر يشغله ويقول ميلدنهول ان هو بقى مهووس وعقله بقى مش متزن، وبقى بيطلق النار على اي ظل او صوت عشان يحمي زوجته واولاده من الوحش. لكن التوتر الزيادة عن اللزوم ادى الى انه سمع صوت فقتل زوجته واولاده عن طريق الخطأ، كان فاكرهم الوحش، لكن دلوقتي بقى هو الوحش، وبقى قاعد في القبو لوحده ما عندوش حاجة يحميها غير روحه. الجزء ده حلو جدا عشان جليتش عايزة توصل رسالة مهمة جدا، ان القلق والخوف والتوتر وحتى لو التفكير والتركيز الزيادة عن اللزوم بيؤدي لاضطراب نفسي كبير جدا، وممكن وانت بتحاول تاخد كل حاجة التركيز الزيادة يخليك تخسر كل حاجة. وكينجر يقول لبومني ان ايه رأيك ناخد السلاح، فتروح للجثة وتاخد السلاح، ومرة واحدة الجثة تتكلم، لكن هي مجرد لقطة كوميدية مخيفة نوعا ما. وكينجر يلاقي عنده طلقتين بس في السلاح، ويلاقي جسم الوحش طلع له من ناحية وراس الوحش من الناحية التانية، وبقت بومني وكينجر محاطين بالوحش من كل ناحية، وما عندهمش حل للهروب غير قتله. وفعلا كينجر بتصرف شجاع جدا يقتل الوحش، ويكون كينجر فرحان انه قتل الوحش، لكن يرد عليه ميلدنهول في تسجيل تاني بيقول كنت فاكر لما اقتل الوحش كل حاجة تبقى خلصت، لكن الوحش طلع كائن سماوي، واللي يقتل الوحش يذهب للجحيم. وفعلا يعترف ان روحه في غرفة في الجحيم موجودة فيها ارواح، وعشان يخرج من هناك لازم يستخدم جسم حد، واللي هم يا بومني يا كينج. ويقول جملة مهمة خليكم فاكرينها، اول نفس هتاخدوه تحت هيبقى اخر نفس في حياتكم، وتظهر ايادي من تحت الارض تطلع وتمسك ببومني وكينجر وتسحبهم للعالم السفلي. وينتقل المشهد لبقية أبطالنا اللي نلاقيهم عكس بومني وكينجر تماما، عشان هما دخلوا الباب الهادي، نلاقي راجثا وجانجل بيشربوا الشاي مع زوجة ميلدنهول في هدوء وراحة بال، ونلاقيهم رابطين جاكس عشان يبطل يعمل فوضى ومشاكل زي ما شفنا في بداية الحلقة، وياخدوا جاكس ويمشوا لنهاية المغامرة. ويظهر كلام كين بيقول تهانينا انكم خلصتوا المغامرة، وان هم اختاروا الباب الصح، لكن ما ينفعش يرجعوا للسيرك غير لما بقية أبطالنا يخلصوا المغامرة، فجانجل وراجثا وجاكس لازم يفضلوا هنا لحد ما بومني وكينجر يخلصوا مغامرتهم. ونرجع لبومني وكينجر ونلاقي بومني متضايقة وبدأت تتعصب وتفقد الأمل، لكن كينجر يهديها ويقول لها ما تخافيش، أكيد كين عامل طريقة للخروج. ويبدأوا يمشوا ويلاقوا ممر فيه كل الأرواح المنتظرة جسم حد عشان تهرب، فكينجر يرمي عينه في اخر الممر عشان يلاقي سلم هيخرجهم من المكان، فبومني تقول ان انا هحاول اجري بسرعه، لكن كينجر يحاول يوقفها لكن ما يلحقش، فتجري لكن مره واحده جسمها يقف وكل الارواح تحاول تخش جواها، لحد ما فعلا في روح تخش جواها ويتحكم فيها وحرفيا يلف راسها 180 درجه، والروح تحاول تطلع ناحيه الحريه، لكن كينجر يشدها ويفضل يحاول يطلع الروح منها، والروح تقول جملة مهمة هتخلي كينجر يقول حاجات كتير عن ماضيه. الروح تسأل كينجر على زوجته كيف أحوالها، وبعدين الروح تطلع زوجة كينجر. هو كينجر كان عنده زوجة، امال هي فين؟ في الحقيقة زي ما قلنا في أول حلقة إننا أخدنا بالنا من الأبواب إن في باب عليه شخصية شبه كينجر، وفعلا في الحلقة دي بيتم تأكيد إنها زوجته، وهنعرف تفاصيل أكتر كمان شوية. وكينجر بيحاول يطمن بومني بانه بيقول لها الروح ليه دخلت في جسمك، ان الارواح بتحاول تخش اي جسم حي عشان تخرج من الجحيم. وبعدين كينجر يقول اهم الجمل في الحلقة والمسلسل كله، يقول 7 سنوات دراسة علوم الحاسب عشان ده.
يا ربي، ده معناه ان كينجر كان دارس علوم الحاسب اللي هي البرمجة، وفعلا يكون من مؤسسين السيرك. لكن هل كينجر كان فعلا عايز يعمل سجن لتعذيب البشر، ولا دي كانت غلطة؟ في الحقيقة من نبرة صوته يبان الندم ان هو ما كانش عايز كل ده يحصل، لكن في الحقيقة ده يفضل لغز من ألغاز البرنامج. خلينا نرجع للأحداث. بومني تبدأ تنهار وتعيط وتقول إن كل يوم بيبقى أسوأ من اللي قبله، وكين مجرد بيحاول يخليها تعاني. كينجر يحاول يهديها ويعتذر لها على إنه السبب إنه خلاهم يخشوا من الباب الغلط، وهو السبب إنها تمر بكل ده. بومني تبدأ تقوله هو أنت ليه مختلف عن الطبيعي؟ مش مجنون وهادي عكس الطبيعي؟ فيقول لها في الطبيعي مش بيبقى فاكر حاجة، لكن في الضلمة بيبدأ ترجع له ذاكرته وذكرى معينة لما زوجته اتحولت. احنا عارفين ان الشخص اللي بيتحول بيكسر ويهاجم اي حاجة قدامه، لكن عكس الطبيعي حصل حاجة مختلفة مع زوجة كينجر. هي فعلا كانت عدوانية، لكن لما هي وكينجر قعدوا في حصن المخدات الضلمة هدت وما بقتش عدوانية، وبالعكس دي بقت هادية وأطرافها الحادة بقت ملساء، وكأنها عارفة مين قدامها زوجها، وإنها آخر مرة هتشوفه، فعايزة تقعد معاه شوية. وفعلا دي كانت آخر مرة شافوا بعض، وكين أخد زوجة كينجر ورماها في القبو. وعشان كده أول ما بيقعد في مكان ضلمة بيفتكر ذكريات، ومن ضمنها ذكرى دي. عشان كده أول ما شاف بق الوحش افتكر زوجته. فاكرين في الفيديو اللي فات لما قلتلكوا إن كين بيحط المتحولين في قبو مظلم عشان يحافظ على هدوءهم؟ ده كان قصدي إن المتحولين بيهدوا في الضلمة. يبدأ يقول إن زوجته كانت لطيفة وكانت بتحب عالم الحشرات، وكينجر كان بيكرههم لكن هي خليته يحبهم. اهو عرفنا شوية معلومات عن زوجته. وبعدين كينجر بيحاول ينصح بومني ويقول لها ان هو عارف ان صعب انك تبقى في السيرك، وانك هتحس انك ملكش لازمة او بلا هدف حقيقي. وده الشعور اللي كانت بتحس بيه بومني من اول المسلسل، انها بلا جدوى. لكن طول ما معاكي ناس بيهتموا بيكي هتعملوا ذكريات سعيدة كتير، وخليكي ماسكة فيهم، واصنعي سعادة وبهجة مع كل الناس، واستمتعي بكل لحظة في السيرك. أسوأ حاجة ممكن تعملها لحد إنك تخليه يحس إنه غير محبوب. وترد بومني إنها مبسوطة إنها مع كينجر عكس ما أي حد كان يتوقع. أي حد من أبطال السيرك ما كانوش هيبقوا عايزين يبقوا مع كينجر في مغامرة كاملة لوحدهم، لكن في الحقيقة طلع هو عكس ما كلهم فاكرينه. هو رجل هادي وعقلاني مش مجنون. الكلام اللي قاله كينجر من أهم الرسائل اللي في المسلسل، وإنه وراك إنك فعلا لازم تستمتع بكل لحظة عشان ما تعرفش هتختفي إمتى. ده يوريك إن مفيش حد في العالم بيقدر النعمة غير المفتقد إليها. وكل كلام كينجر مش بس بينطبق على السيرك، لكن في كل مكان على كوكب الأرض. ويقول كينجر إنه كان بيفكر في كلام ميلدن هول في آخر التسجيل، إن أول نفس هتاخدوه هيبقى آخر نفس. وفعلا لما بومني أخدت نفس لما دخلت ممر الأرواح، في روح دخلت جسمها، فيقترح على بومني إنهم يكتموا نفسهم ويعدوا، فتقول له إنها مش بتعرف تكتم نفسها، ويطمنها ويقول لها ما تفكريش في الأمر، عشان كده كتم نفسك في العالم الرقمي مش بيأثر عليكي. وقبل ما يمشوا تقول له إنها خايفة إن هما لما يرجعوا للسيرك إنه يرجع لجنونه وينسى اللي حصل معاها. فيقول لها مش مهم لو أنا نسيت، المهم طول ما انتي فاكرة كل حاجة هتبقى كويسة. ويمسك ايديها ويكتموا نفسهم ويعدوا الممر في مشهد عظيم. كينجر وهو بينور، وبومني وهي لونها بيتغير، ويطلعوا عشان يلاقوا بقية أبطالنا مستنيينهم. وبومني تاخد بنصيحة كينجر وتروح لراجثة تشكرها على انها كانت دايما بتحاول تهتم بيها وما تسيبهاش لوحدها وخايفة عليها. فترد راجثة متفاجئة ان بومني قالت كده عشان من اول مسلسل راجثة بتحاول تقرب لها، لكن كانت دايما بومني مش مهتمة بحد، وكل اللي مهتمة بيه انها تخرج من السيرك. وراجثة تقول لها ان كلهم مهتمين بيها. وجانجل تسأل بومني وكينجر لو جابوا قناعها اللي دخلوا الباب ومروا بكل ده عشانه اصلا، لكن في الحقيقة هم انشغلوا بالمغامرة والنسوا. ويروح المشهد على زوبل ويبان على كين بقى هو المريض وزوبل هي الدكتور، وكين يعرف ان ابطالنا خلصوا المغامرة فيروح لهم ويرحب بعودتهم. وكينجر يخش حصن المخدات بتاعه، بومني تبصله بصة ثقة وسعادة وحب. ويجي جاكس بيحاول يسخر من كينجر ويقول لبومني كانت ايه الاوضاع مع المجنون، فتقول له اجابة هو ما كانش منتظرها،
وتقول له إنها كانت كويسة. هو كان منتظر إجابة من بومني تسخر من كينجر ويبان عليه إن بومني بوظت المتعة اللي كان منتظرها ويمشي، وتخلص واحدة من أحسن الحلقات في البرنامج. عرفنا حاجات كتير عن كينجر وزوجته وعن كين وعن زوبل، فانتظروا شرح وتحليل الحلقة الرابعة عشان احنا لسه على وعدنا. وسلام.